يلا بينا ندخل على التست امبلمنتيشن. التست امبلمنتيشن باختصار ان انا هقول لك يلا بينا ننفذ بقى. انت خلاص عرفت هنا الفيتشرز اللي انا هشتغل عليها او التست كونديشنز، وهنا حددت التست كيسز، عملت تست كيس لكل تست كونديشن. هنا بقول لك بقى يلا بينا يا باشا عشان نبدا مرحله التنفيذ في مرحله في التست امبلمنتيشن. تمام. يعني انا هبدا اخد التست كيس اللي انا عملتها، جهزت كل التست ويرز اللازمه، جهزت الريسورسز او الحاجات الانفورميشن اللي انا عايزها لكل تيست كيس. ابدا بقى انفذ التست كيسز دي. تمام. التست امبلمنتيشن ممكن يبقى فيه من ضمنه او يشمل ان انا اعمل مثلا اكتب التست كيسز بتاعتي بشكل تفصيلي اكتر، زي ان انا احطها في حاجه اسمها تيست بروسيجرز او اجراءات. ايه اجراءات او تيست بروسيجرز؟ زي ما قلت لك ان انا احط التيست بشكل تفصيلي اكتر، يبقى فيه حاجات بتتكتب او بتتعمل قبل التيست وحاجات بتتعمل بعد التيست، دي بنسميها التيست بروسيجرز. وممكن نغير كمان في اولويه حدوث التيست بروسيجرز بتاعتي دي، او ان انا اخد مجموعه تيست كيسز مخصصه لجزء معين، احطها داخل حاجه اسمها التيست سويت، ومجموعه تانية خاصه بتست بانها بتعمل تيستنج لجزء تاني احطها في تيست سويت تانية. فالتيست سويت هي عباره عن كونتينر بياخد مجموعه تيست كيسز ريليتد ببارت معين بعمل له تيستنج. زي مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي بعملها during التست implementation ان انا اكتب السكريبتات سواء كانت مانيوال او اوتوميشن. زي ما قلت لك ارتب الاولويات بتاعت التست بروسيجرز according to الجدول الزمني اللي انا هعمل فيه التستنج بتاعي. اجهز الانفايرمنت اللي انا هشتغل عليها سواء كانت سيرفرات بقى او داتابيز او تيست وير او اي حاجه. طيب مثال على الكلام ده لو انا مثلا بعمل لوجن. تمام. فانا هبدا مرحله التنفيذ. فانا المفروض هكتب مثلا كده هقول والله البروسيجرز بتاعتي مثلا او الخطوات او التفاصيل. روح للهوم بيج ديت ودخل البيانات الفلانيه ودوس على الزر الفلاني، توقع ان يظهر لك البوب اب الفلانيه. ده كله مرحلة أو بيحصل في مرحلة إيه التنفيذ. تعال نقرا اللي مكتوب، ده كان الشرح بتاعي. تعال نقرا المكتوب مش هيختلف كتير. بيقول لك including test implementation includes creating or acquiring the test where necessary for test execution. يعني انت بتعمل كرييت او تعمل انشاء او تنفيذ او صناعه للتست وير لاي حاجه ليها علاقه بالتست، سواء كانت تولز انفورميشن اي حاجه ضروريه لعمل الاكسكيوشن لعمل التنفيذ. تمام. زي مثال قالك على كده الحاجات اللي انا هجهزها دي عشان انفذ زي التست داتا. تمام كده. طيب test cases can be organized into test procedures. زي ما قلت لك test procedures هي عباره عن لو دي test cases، لو دي test case، لو في test case اهي في شويه حاجات بتعمل قبلها شويه حاجات بتعمل بعدها، دي بنسميها التست procedures. وممكن حاجات تتعمل قبل حاجات. فهنا بيقول لك test case can be organized into test procedures which are often assembled into test suites. التست كيسز دي بيتم تجميعها في تيست سويت زي ما لسه شارح لك وقايل لك ان حاجه ريليتد بجزء معين بنجمعها في تيست سويت معينه، او مجموعه تيست كيسز ريليتد ببارت معين بنجمعها في تيست سويت خاص بيهم. تمام كده. هنا بيقول لك manual and automation test scripts are created. نكتب تيست سكريبتس سواء كنت هنفذ التيست بتاعي مانيوالي او اوتوميتد بسيلينيوم مثلا او كده. مانيوال زي ما قلت لك لو انت هتعمل لوجن على ويب سايت فبتقول له هتروح على اليو ار ال الفلاني هتدخل كذا وتعمل كذا وتتوقع البوابه الفلانيه وهكذا. طيب test procedures are prioritized and arranged with a test execution schedule. بيتم ترتيبها على حسب الجدول الزمني بتاعي. انا هبدا بانهي بروسيجر وهاخر انهي. تمام. for efficient test execution عشان اطلع بتست execution بشكل كفاءة، يعني بكفاءة أعلى بهاي كواليتي. وده we'll see it in chapter 5 إن شاء الله 5.1.5. 5.1.5. تمام. The test environment is built and verified to be set up correctly. والحتة دي very important إن التست environment بتاعتك تكون معمولة صح. تمام. بشكل سيميليتد للريل انفايرمنت، يعني ما يبقاش انا هتست مثلا على ابل ايفون مثلا. نرسمه تفاحة مثلا هنا اهي. ده ابل ايفون تفاحة تعبانة شوية. ده ابل ايفون مثلا ده التست، ويكون الريل انفايرمنت بيتست مثلا على سامسونج او حاجة تانية. لازم يكون الانفايرمنت اللي انا هشتغل عليها
قريبة جدا من اللي هيحصل في الحقيقة وفي الواقع. يلا بينا نشوفكم الفيديو اللي جاي.